السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة هنشرح آبا وسوندن. كنا في الحلقة اللي فاتت شرحنا زايدم أو زايت دم وآلس وفين و... 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 أقصد وآلس وفين، ووضحنا الفرق ما بينهم. وخدنا أمثلة توضح أو تثبت المعلومة. في الحلقة دي زي ما أنا قلت في المقدمة هنتكلم عن سوندان وآبا وإيه الفرق ما بينهم. طيب، آه، يلا نبدأ. سوندان معناها بل، أو بل إنما. أو خلينا في الأول بس إيه نقول يعني ان يعني بعض المترجمين بيترجموها على انها لكن. لما يجي مثلا يترجموا مثلا فيلم او يترجموا مثلا مستند او اي حاجة، يعني بيترجموها على انها لكن. بس ايه الفرق ما بينهم؟ هو ده اللي احنا نعرفه في الحلقة دي. اول حاجة كلمة سوندن زي ما قلنا معناها بل او بل انما. الكلمة دي تستخدم حصرا فقط لا غير، يعني بس عندما تريد او لما تعوز تصحح معلومة خاطئة. لما تعوز ايه؟ تصحح معلومة خاطئة. يعني زي ما بالبلدي كده بتقول. يعني لما بتذكر معلومة خاطئة في جملة أولى أنت قلتها، بتصححها بعدين. مثلا اقول جمله مثلا من دماغي، مثلا حاضره في دماغي مثلا. انا ما روحتش النهارده الكليه، بل امبارح. ده تصحيح للجمله الاولانيه في الزمن اللي هو بدل النهارده، لا انا رحت امبارح الكليه. تمام. انا رحت الكلية مثلا اقول بالميكروباص، او سوري. انا ما رحتش الكلية مثلا بالميكروباص، بل بأوبر. تمام. انا بذاكر، مش بذاكر عن طريق على الكمبيوتر، بل عن طريق التليفون او اللابتوب. انا ما بحبش استخدم فيسبوك، بل مثلا يوتيوب. فهمت الفكرة اللي انت بتقول؟ يعني جملة منفية، تمام، او جملة بتصححها. بتصحح الجملة الاولى اللي انت لسه قايلها دلوقتي. يعني خلينا نقول كده ان استخدام سندن هو حصرا عندما تريد تصحيح معلومة خاطئة ذكرتها في الجملة الأولى. تمام. الشرط الأساسي زي ما قلنا إنها بتكون الجملة الأولى منفية، يعني نيشت أو كاين. إن نيشت هي كاين. بس طبعا بما إنك آتس فاي، إحنا بنشرح دلوقتي بيتس فاي او سوري بي اينز. فانت مفروض عارف ايه الفرق ما بين كاين ونشت. مش هنشرحهم في الحلقة دي، ولو عايزين نشرح الفرق ما بينهم في حلقات جاية ان شاء الله اكتبوا لي في التعليقات. طيب، المثال اللي هو الاولاني، اللي هو das deutsche Staat Staat Oberhaupt wird nicht direkt vom Volk gewählt, sondern seine Wahl erfolgt im بوندستاج. اللي هو يعني ايه عايزين نقول رئيس الدولة الألماني لا ينتخب مباشرة من الشعب. تمام. بل يتم انتخابه من البرلمان الاتحادي. فكك من معنى الجملة. تمام. الفكرة وضحت ان انا بقول حاجة وبعد حاجة منفية وبعد كده بصححها.
غالبا مثلا المتلقي او اللي بيسمع كان متوقع ان هو مثلا متوقع ان الحاجه اللي انا لسه قايلها دي مثلا زي ما قلنا في الجمله دي رئيس الدوله الالماني متوقع ان هو بينتخب مباشره من الشعب. تمام. لا انا بصحح المعلومه دي يعني بنفي التوقع بتاع المتلقي ده، بقول له لا، ان هو مش منتخب من الشعب ولا حاجه، وبينتخب من البرلمان الاتحادي مثلا. فكك من الجمله، يعني ايه الفكره، يعني إيه واحده يعني. بعد كده ابا انت بتعرف تستخدمها كويس اكتر مني. وهي بقى ايه معناها؟ لكن برضو او الا ان تستخدم للتعبير عن تضاد. تمام، زي ما هو مكتوب هنا بتستخدم تعبير عن تضاد أو إضافة معلومة مخالفة للتوقعات، ولا يشترط أن تكون الجملة الأولى منفية. مش شرط تكون منفية، ممكن تكون منفية وممكن ما تكونش منفية. الوظيفة هي بتربط بين فكرتين مختلفتين، لكن ال مش بتصحح الأولى. مش بتصحح الأولى، بل تضيف تعقيدا أو استثناء. يعني مثلا المثال اللي هو ده، اللي هو ديا بوندس Präsident ist das offizielle Staatsoberhaupt, aber die wichtigste Person. تمام. وبقى الجملة بقى يعني ايه، قول اي حاجة. انت بتعرف تستخدم ابا اكتر مني، بس ايه الاغلب ممكن ميكونش بيعرف يستخدم سوندن. اديك عرفت تستخدمها، وغالبا مش بيجي بعدها جملة بفعل، بتبقى ايه جملة ايه، جملة عبارة، يعني عبارة مش جملة كاملة. لا، هو يعني معتمد ان هو خلاص استخدم فعل واحد، بدل ما يكرر الفعل مرتين، لا هو على طول قال مفعول به مثلا. تمام. تمام. ودي شوية تمرينات ممكن نحلها مع بعض. مثلا ich interessiere mich nicht für Politik. sich für Sport interessieren. تمام. هنا هو عايز يصحح معلومة، فهنستخدم سوندن ولا ارا. وقف كده الفيديو وحاول تقول مع نفسك هنستخدم ايه. هنستخدم سوندن. تمام. انا عايز اقول ich interessiere mich nicht für Politik, sondern für Sport. تمام. آه تمام. سوري، انا قلت معلومة ونسيت، يعني لخبطت، افتكرت ان انا قلت معلومة غلط. معلش. سوندن بتيجي مع الجمل عادي كاملة، اللي فيها الفعل، فيها فعل عادي، مش جمل من غير فعل. بس يعني يعني ممكن تختصر على نفسك. بدل ما تقول نفس الفعل مرتين هو معروف. فعادي ممكن تقول مثلا سوندن für Sport. مش محتاج تكرر مش für وانترسير ما انت قلتهم قبل كده. فدي اللي احنا كنا بنقولها من شوية، يعني ايه، هو انت تقدر تحط الفعل عادي، بس هتبقى انت ايه ركيك كده ومكرر في الكلام. اللي بعده دي Verträge wurden noch nicht unterzeichnet. المعاهدات لم يتم آه، سوري، لم يتم او لا تزال لم تعقد. تمام. nur ausführlich besprochen werden.